قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي، ولو ما بتصليش صلي. يلا بينا على الفيديو. وبعدها بيعدي شوية أيام وبنشوف ساكورا وهو رايح لمحل البنت كوتوها وشايل ست عجوزة على ظهره. ومن الواضح كده إن ساكورا شايل الست العجوزة دي عشان هي مش قادرة تمشي وكانت عاوزة تروح للمحل وهو قرر يساعدها. فبتقوم الست هنا نازلة من على ظهر ساكورا بكل رشاقة وروشنة وبتشكره على مساعدته. وساكورا هنا بيكون متضايق ومتعصب جدا منها عشان الست دي ضحكت عليه وهي سليمة هي وزي الفل وبتقدر تمشي. ولكن كوتوها هنا على طول بتراضيه وبتجيب له كده شوية أكل عشان يهدى. وبنعرف هنا إن النهاردة بتكون حفلة افتتاح المدرسة، وكوتوها بتاخد بالها من ساكورا إنه بيكون متحمس جدا، بس الواد بيحاول ينكر وبيكون محرج جدا منها. وكوتوها هنا بتقول لساكورا خلي بالك جدا عشان انت هتقابل ناس مثيرة جدا للاهتمام في المدرسة وهيعجبوك. ولكن وهما بيتكلموا مرة واحدة بيدخل عليهم كده عيل اهبل بيقوم فاتح الباب وبيقع على وشه، بس الواد ده بيقوم قايم تاني وبيسلم عليهم وبيقول لكوتوها ايه رأيك في لبس المدرسة الجديد بتاعي. ومن كتر ما الواد متحمس ساكورا بيقول له انت نسيت العلامة على هدومك. والواد ده شكله فعلا بيكون عبيط عشان بيقع على الارض وهو بيحاول يشيلها. بنعرف هنا ان الواد ده بيكون اسمه اكيهيكو، وهو كمان بيكون في السنة أولى في مدرسة فورين الثانوية. وساكورا لما بيعرف إن الواد ده معاه في نفس السنة بيبدأ يتخانق معاه ويتنمر عليه بسبب لون شعره. ولكن أكيهيكو بيقول له انت بتألف على ايه بس، انت مش شايف لون شعرك انت الأول عامل ازاي. وبيقوم أكيهيكو مطلع كراسة بيكون كاتب فيها أسامي الطلاب اللي معاه. استغرب جدا إن ساكورا جاي من مدينة بعيدة عشان ينضم لمدرسة فورين الثانوية. وأكيهيكو بيقول لساكورا إن طلاب مدرسة فورين بيكونوا أصدقاء العدالة، بيحموا الضعيف وبيحاربوا الأقوياء. فعشان كده أكيهيكو بيكون متحمس جدا وعاوز يكون واحد منهم. فساكورا بيرد عليه وبيقول له فعلا الكلام ده كله بيكون جميل، ولكن من الواضح كده من كلامك إن الطلاب اللي في المدرسة دول بيكونوا أقوياء جدا، وانا جاي هنا عشان انافسهم كلهم واكون رقم واحد فيهم. فأكيهيكو بيقول لساكورا الهدف بتاعك مش بيكون سهل زي ما انت بتتخيل. دول يا ابني لو شافوك بلون شعرك ده في المدرسة هيبهدلوك وهيعملوك شاورما اساسا. فالكلام ده بيضايق ساكورا وبيبدأ يتخانق معاه وبيقول له يلا استناني بره وهوريك مين هو اللي هيتعمل شاورما. فأكيهاكو بيرد عليه وبيقول له لا يا حبيبي انا مشغول دلوقتي، انا محتاج اروح وراقب المدينة واحميها قبل حفلة افتتاح المدرسة عشان انا دلوقتي بكون واحد من ابطال العدالة. وساكورا هنا بيكون متضايق ومتنرفز وبيقول لكوتاهو هو كل الطلاب في مدرسة فورين بيكونوا متخلفين كده ولا ايه. وساكورا بيكون شايف الواد ده عيل مغرور بنفسه، والناس المغرورة دايما ناحيتها مش بتكون كويسة. ولكن كوتوها بتكلم ساكورا وبتقول له ما تحكمش على الناس من المظاهر، انت المفروض الاول تتعرف عليه وتكلمه وتفهمه وبعديها تحكم عليه. وفعلا بعدها بحبة ساكورا بيقوم سايب المحل وبيبدأ يتمشى في الشارع، والناس هناك اول ما بتشوفه وبتاخد بالها من الملابس بتاعته على طول بتعرف انه بيكون في مدرسة فورين الثانوية. وطبعا زي ما احنا عارفين الناس بتحبهم جدا، ومن ساعتها طول ما ساكورا ماشي في الشارع الناس عمالة تسلم عليه وتديله في هدايا للصبح. وساكورا هنا بيكون مستغرب جدا ومتضايق في نفس الوقت عشان هو مش متعود على طريقة التعامل الكويسة دي، هو متعود ان الناس بتكرهه وعلى طول عاوزة تضربه. ولكن مرة واحدة بتيجي بنت بتاخد بالها ان ساكورا بيكون في مدرسة فورين وعلى طول بتطلب منه انه يجي ويساعدها بسرعة. وهنا بعدها بنشوف الواد أكيهاكو وهو بيتضرب من مجموعة مجرمين، ومن الواضح كده ان أكيهاكو كان بيحاول يحمي البنت من المجرمين دول، بس المجرمين طلعوا أقوى منه وبدأوا يضربوه. وبعد ما المجرمين دول بيبهدلوا الواد أكيهاكو بيقرروا إنهم يروحوا تاني للبنت عشان يتنمروا عليها. ولكن أكيهاكو هنا بكل شجاعة بيتحرك وبيمسك قائد المجرمين مرة تانية وبيحاول يمنعه. والقائد هنا بيبدأ يتنمر عليه وبيقول له يا ابني سيبني، انت شكلك عيل كحيان وما تقدرش علينا، سيبك انت بس من جو بطل العدالة اللي انت عايشه ده وخليك قاعد في حالك. بس أكيهاكو برضه ما بيرضاش يسيب المجرم وبيصمم انه يساعد البنت.
لحد ما المجرم بيبدأ يتخنق منه ويضربه جامد جدا على ظهره، وبقية البلطجية بيكونوا واقفين وهم بيضحكوا على اللي بيحصل في أكيهاكو، والقائد بتاعهم خلاص بيكون جاب آخره وهينزل بضربة قوية جدا على ظهره عشان يكسره. وهنا مرة واحدة بيجي البطل ساكورا اللي بينقذ الواد أكيهاكو وبيضرب المجرم شلوط جامد جدا في وشه بيطيره. أكيهاكو هنا بيكون مستغرب جدا وبيسأل ساكورا انت ليه بتساعدني؟ وساكورا هنا بيرد عليه وبيقول له اوعى يا حبيبي تحسب اني بساعدك عشان احنا صحاب او اي حاجة زي كده، انا بس ما بحبش اشوف الناس الضعيفة وهي بيتم التنمر عليها. بقية المجرمين هنا طبعا بيبدأوا يهجموا على ساكورا عشان يضربوه وينتقموا للقائد بتاعهم، وأكيهاكو هنا بيحذره وبيقول له يا ساكورا انت ما تقدرش عليهم لوحدك، ولكن النصائح دي يا حبيبي مش بتكون للواد ساكورا اللي اصلا بيكون متعود على الخناقات لوحده، وبيقدر ساكورا انه يمسك المجرمين واحد واحد ويمسح بكرامتهم الارض، لدرجة ان أكيهاكو بيكون خايف منه ومش مصدق ان ساكورا بيكون بالقوة دي كلها. وبيبدأ أكيهاكو هنا يشكر ويتأسف لساكورا وبيقول له انت اكيد دلوقتي بتكون محبط جدا عشان واحد زيي بيكون معاكم في مدرسة فورين الثانوية. وساكورا هنا بيرد عليه وبيقول له اوعى تفهمني غلط، انا مش مهتم بيك ولا مهتم بوجودك اساسا، ولكن نصيحة مني ما تشوفش نفسك ولا تكون مغرور عشان الناس دي يا ابني نهايتهم مش بتكون كويسة. بنعرف هنا ان الواد أكيهاكو لما كان صغير برضه كان عيل كحيان وبيتم التنمر عليه من أي حد تقريبا، لحد ما جه في يوم من الأيام طالب من مدرسة فورين أنقذه، والطالب ده بالنسبة له كان روش جدا وخلى أكيهاكو عاوز يبقى زيه لما يكبر، ولكن للأسف برضه لما كبر فضل عيل كحيان والناس بتتنمر عليه وهو مش بيقدر على أي حد وضعيف. وأكيهاكو دلوقتي بيكون شايف نفسه حرفيا حشرة ومثير للشفقة. وهنا ساكورا بيرد عليه وبيقول له بالعكس تماما، أنا مش شايفك إنك بتكون مثير للشفقة، انت برضو كنت بتضحي بنفسك عشان تنقذ البنت. وفعلا بتيجي هنا البنت اللي انقذها أكيهاكو من المجرمين وهي بتطمن عليه وبتشكره وبتقول له انا كنت خايفة جدا عليك ورحت اطلب المساعدة. وبتروح كمان البنت بعدها تشكر ساكورا اللي بيكون متضايق جدا وما بيحبش حد يشكره اساسا. وهنا الواد أكيهاكو بيروح ينادي على ساكورا وهو بيكون معجب جدا بيه وبيسأله في كل تفاصيل حياته زي نوع الدم بتاعك ايه وطولك كام ووزنك كام واتولدت فين. وساكورا هنا بيكون مستغرب جدا ومش فاهم الواد ده عاوز منه ايه، وعلى طول بيقوم مديله على قفاه عشان يسكته. وأكيهاكو بيرد عليه وبيقول له انا بحب اجمع معلومات على الناس الاقوياء اللي زيك يا ساكورا. وهنا أكيهاكو بيكون عاوز يرد الجميل لساكورا عشان هو انقذه، وبيقول لساكورا في الخناقات بتاعتك، ولكن انا عندي معلومات كتيرة جدا يا ساكورا هقدر اساعدك بيها انك توصل للقمة. وهنا الواد بيقوم ماسك ساكورا من ايديه وبيبدأ يجري وبيقول له يلا بينا بقى عشان ما نتأخرش عن حفلة الافتتاح. ولكن وهم ماشيين في الطريق ساكورا بيعدي يجيب شوية اكل عشان جعان بعد ما اتخانق، وأكيهاكو هنا بيقول له يلا يا عم الحاج هنتأخر عن المدرسة. وفعلا بعدها على طول الاتنين بيبدأوا يتمشوا لحد ما بيوصلوا لمدرسة فورين الثانوية اللي بيكون شكلها من بره غريب كده والعيال رسمة رسومات غريبة على الحيطان. وساكورا هنا بيكون متحمس جدا انه يقابل ناس اقوياء زي اللي قابلهم قبل كده، وبيروحوا بعدها للوحة اللي مكتوب فيها اسامي الطلاب اللي في المدرسة، وبيعرفوا هنا ان أكيهاكو وساكورا بيكونوا في نفس الفصل مع بعض. ولكن المشكلة هنا ان أكيهاكو بياخد باله من اسامي طلاب قوية جدا بيكونوا هما كمان معاهم في نفس الفصل. وأكيهاكو هنا بيكون خايف جدا لدرجة انه بيبدأ يترجى ساكورا انه ما يتخانقش مع اي حد في الفصل او يعمل مشاكل ويحاول يصاحبهم احسن. ولكن من الواضح كده ان ساكورا بيتجاهل كلامه تماما عشان بيكون واقف قدام الفصل وعمال يسخن وبيجهز عشان يتخانق مع كل الطلاب اللي جوه. وأكيهاكو هنا عمال يصيح وبيقول له يا ابني اسمع الكلام، مش فكرة كويسة انك تعمل اعداء كتير اول يوم ليك في المدرسة، ارجوك ما تاخدش خناقات ملهاش اي لازمة. ولكن طبعا ساكورا مش بيفرق معاه اي حاجة من الكلام ده، وعلى طول بيقوم فاتح باب الفصل وبيدخل بصدر مفتوح.
والطلاب اللي هناك طبعا بيكونوا شبه المجرمين وكله بيبصله أول ما بيدخل، لدرجة إن الواد أكيهاكو بيكون يعاني مرعوب وهيعملها على نفسه. وبيجي هنا واحد شبه القراصنة بيروح يكلم ساكورا، وساكورا بيكون واقف وجاهز عشان يتخانق معاه، ولكن الواد ده شكله كده بيكون دمه خفيف وبيحب يهزر مع الناس، والواد أكيهاكو بيروح عشان يهدي الأوضاع. وبنعرف هنا إن الواد ده بيكون اسمه هاياتو، واسمه بيكون مكتوب في الكراسة بتاعت الواد أكيهاكو، وده معناه إنه أكيد بيكون قوي جدا. وهاياتو هنا بيبدأ يهزر معاهم ويضحك وبيتأسف لهم وبيقول لهم معلش يا جماعة اللي على عيني ده بيكون جرح قديم، بس شكله كده الهزار مش بيعجب الواد ساكورا وعاوز يتخانق معاه، وأكيهاكو على طول بيروح عشان يهديه. هاياتو هنا بيبدأ يكلم ساكورا وبيقول له أنا سمعت إنك اتخانقت خناقة كبيرة جدا في الشارع امبارح، وصوت هاياتو بيكون عالي جدا لدرجة إن بقية الطلاب بتسمع خبر الخناقة دي وبيروحوا عشان يكلموا ساكورا بنفسهم. ومن الواضح كده إن الطلاب دي أول ما بتعرف إن ساكورا بيكون بلطجي زيهم بيكونوا فرحانين جدا بيه وبيحاولوا إنهم يتعرفوا عليه. وأكيهاكو بيقول الحمد لله كل حاجة ماشية تمام لحد دلوقتي. ولكن لما بيجي هنا واحد من الطلاب بيسأل ساكورا أنت ليه سافرت عشان تنضم لمدرسة فورين، ساكورا هنا بيرد عليه كالعادة وبيقول له عشان أنا عاوز أكون رقم 1 في المدرسة. ولكن من الواضح كده طبعا إن الكلام ده مش بيجيب سكة مع الطلاب وبيبدأوا يبصوا كده بصات غريبة، وأكيهاكو بيزعق له وبيقول له يا ابني ما تخليك ساكت لو حتى لدقيقتين على بعض. وهنا مرة واحدة بيجي طالب بيقوم ماسك كرسي وبيرميه على ساكورا، والحركة دي بتثير اهتمام كل الطلاب وخاصة ساكورا اللي بيكون متحمس جدا. ولكن أكيهاكو بيكون خايف جدا وبيبدأ يترجى ساكورا وبيقول له أرجوك ما تتخانقش مع الطالب ده عشان الطالب ده تقريبا بيكون أخطر طالب في المدرسة كلها وبيكون اسمه كيوتارو. ولكن ساكورا بيقول له ما تقلقش يا عمي أنا بحب الناس الأقوياء وبحب إن أتحداهم. والواد كيوتارو ده من غير أي مقدمات على طول بيقوم بالهجوم على ساكورا وبيحاول يضربه، ومن كتر قوته بيدمر الكرسي اللي على الأرض وكل حاجة حواليه. وساكورا هنا بيكون فرحان جدا وبيقول أيوة بقى هي دي مدرسة فورين الثانوية اللي أنا كنت مستنيها من زمان. وبكده بنكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، ولكن حكاية ساكورا لسه ما انتهتش. لو عاوزين بقية الأجزاء من حكاية ساكورا فعاوزكم يا أصدقائي توصلوا الفيديو ده ل10,000 لايك عشان ننزله لكم على طول. ولو وصلتم لحد هنا يا أبطال في الفيديو فأنا بحبكم جدا، واكتبوا لي تحت في التعليقات أنا أوتاكو عشان أعرف إنك شفت الفيديو كله. Don't you think we're done? Don't you think we're done?